بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم احبتي الكرام. فيديو جديد ان شاء الله غنقدم فيه وصفه ديال الفطائر كتجي ساهله في التحضير والمقادير بسيطه. درت ربعه ديال الدقيق ورشه ديال الملحه بيضه ومعلقه كبيره ديال الزبده. كنخلط العناصر مزيان حتى كترمل مع بعضياتها بهذه الطريقه. بعد ما كتكون العناصر مخلطين مع بعضياتهم كنزيد الماء دافي شويه بشويه حتى كتجمع العجينه وكتكون متمسكه. العجينه خصها تكون رطبه، ما تكونش رطبه مزيان بحال ديال المسمن وما تكونش تاني بحال ديال الخبز، متوسطه. صافي كنغطيوها حتى كترتاح واحد نص ساعه. من بعد ذلك كنحضروا الحشو. كنحضروا الحشوه. كناخذوا الصدر ديال الدجاج كنقطعوه قطع صغيره مربعات صغيره على هذه الطريقه. ثم كذلك استعملت فلفله الوان، يمكن تستعملوا الصفراء وخضراء اللي موجود المتوفر. كنقطعوها كذلك قطع صغيره مربعات صغيره بهذه الطريقه. ثم كذلك كناخذوا بصله كبيره نقطعوها كذلك حتى هي بنفس الطريقه قطع صغيره مربعات صغيره. في مقله على نار درت زيت الزيتون، ثم درت الحشوه اللي قطعت مع الصدر ديال الدجاج، واستعملت العطريه تحميره سكنجبير ملحه خرقوم كمون ابزار والربيع. شحرت العناصر مزيان حتى كتندمج مع بعضياتها، وكنقص عليها العافيه وكنخليها جانبا حتى كتشرب الماء ديالها كامل. على سطح العمل بعد ما كانت العجينه ديالي ارتاحت ليا هزيتها، دهنت سطح ديال العمل وقسمت العجينه على 8 ديال الكويرات صغار. بهذه الطريقه دهنتهم بشويه ديال زيت المائده وغطيتهم وخليتهم جانبا ليرتاحوا تقريبا 10 دقائق. صافي هنا الحشوه من بعد ما تقلات ليا وتشحرت مزيان وشربت الماء ديالها، ما نضيفوش ليها الماء انما غير الماء ديالها فقط، كطيب في الماء ديالها فقط. صافي كنخليها تبرد في السطح ديال العمل. بعد ما كانت العجينه ديالي ارتاحت تقريبا 10 دقائق او اكثر، المهم ترتاح، كنطلقوها مزيان على هذه الطريقه، نفس الطريقه اللي كنعملو في المسمن، نفس الطريقه اللي عملت ليها حاليا. دهنتها بشويه ديال الزبده وطويت الاطراف على شكل مربع، وكذلك نفس الطريقه لجميع الكرات. دهنتهم بشويه ديال الزبده وكنطويهم. بعد ما كنكمل جميع الكويرات كنخليهم يرتاحوا تقريبا 10 دقائق، وكنعاود نهز الاولى، يعني العجينه الاولى باش بديت هي اللي كنهزها
وكنعمرها بالحشوه وشويه ديال الجبن، وكنقطعوها على هذه الطريقه وكنلويوها بهذا الشكل. صافي من بعد ما ساليت جميع الكويرات اللي عندي دهنتهم بصفار بيضاء مع شويه ديال الخل، كندهنهم بهذه الطريقه وكنزوقهم يعني باي حاجه كان يعني نبغيوها المتوفره. انا استعملت الحبه السوداء او الشانوج، دخلتهم الفران على نار 170 درجه تطابق، وهذا هو الشكل ديالهم النهائي. احبتي الكرام نتمنى يعجبكم ان شاء الله وتجربوهم، راه المذاق ديالهم زوين، كيجيو رائعين لا في الشكل ولا في المذاق. شكرا لكم على حسن المتابعه احبتي الكرام، وما تنسونيش بالدعم ديالكم باللايكات ديالكم. شكرا لكم بزاف، الى فيديو اخر ان شاء الله.